اسمع يا باشا، طبعا يا رجاله احنا اليومين دول في مناطق ياما اتنصب فيها مجالات، وفي مناطق لسه بتحد، وفي مناطق لسه في فترة التجهيز. تمام. بالنسبة للسلبيات اللي الواحد بيشوفها رجالة من الغواية اليومين دول، اللي انت تكون لسه مثلا بتحد وبتفتح للحمامتين نفسهم، وبتأهل الحمامتين لموسم هما مستنينه وعارفينه وانت بتجهزهم ليه. انت ازاي يا باشا تكون بتحد الحمامتين وعايز الحمامتين بتوعك يتفتح نفسهم وعصابهم يشد تاني، ويقدروا يطيروا ساعة ويتعلقوا ساعة ونص والكلام ده كله. ومنين انت اول لما بتفتح وبتطلع تشك بتلم الحمامتين على نوار؟ طبعا يا رجاله ده مش في وصول غية حمام، وبالذات في فترة الحد دي احنا يعتبر خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى الحمامتين بتوعنا جاهزوا، وبيروحوا ياخدوا مشاوير وييجوا يتعلقوا في كبد السحاب. وبعون الله احنا اقل الناس، بس احنا طالما بنتبعوا الاصول يا رجاله مع فرد الحمام وبنعمله اللي علينا ثم الباقي على فرد الحمام. عايز حمامك يدوم يا باشا اعمل معاه الصح كل يوم. من اخطر الطرق اللي هتتبعها انك اول لما تطلع تتعلق تلم حمامتينك على نوار. سيب الحمامتين يا باشا يتعودوا كل يوم اللي هم يقطعوا كتف واحد عشان حمامتينك ما يتوزعوش على الغواي. اكتر حمام بيتضرب يا رجاله بسبب الاساليب دي. اتبع الاصول يا باشا مع فرد الحمام، وسيب الحمامتين بتوعك يطلعوا يتعلقوا وهيمتعوه، احسن من انك اول لما تشك يا باشا دي بتقوم جاي مزود قطعولك شويه ولسه شويه فوق. الشويه اللي فوق ده بقى دول بقى يا باشا هتستنظر منهم كام حمامايه هما اللي هيجولك، وبقيه الحمام عوضك على الله. اتبع الصح واعمل الاصول مع فرد الحمام للحفاظ عليه، بالذات في رمي التماسي. ولو مش قد رمي التماسي اطلع نش عصاري وسيب رمي التماسي للناس التانية. على الله ان شاء الله رجاله. الغية غية حب ورجولة وجدعنة، واحنا واجبنا اللي احنا نقوله على الصح. لايك وشير وكله في الخير. والغية غية حب ورجولة وجدعنة رجاله، وان شاء الله اللي جاي احسن. اسمع يا باشا، قول لهم ان الاولى جاهزه وطالعين طالعه برجوله ومستعدين لاي حموله. لايك وشير وكله في الخير، ما تبعتهالوش عشان ما بحبوش.